السلام عليكم غالياتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. غبرت عليكم غبرت العطله كامله، ولكن لا اله الا الله، والله كانت عندي الخدمه كثيره. الحمد لله هاد العطله ما ساليتش، وراكم عارفين هاد العطله ماشي ديال الراحه، ديال الامتحانات والحفاظه والوليدات والخدمه. كان شويه الخدمه محركه، هذاك الشيء علاش غبرت. ايوا اليوم الحد هو الاخر في العطله، قلت والو غادي نسجل معكم هذا الفيديو هكا نعطيو شويه ديال الطاقه، فيديو تحفيزي فيه الحداقه، فيه الخروج، فيه بزاف ديال الحوايج زوينين. نتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو حتى الاخر. الفيديو ديال اليوم بما انه الحد، راجلي كيتقدى ليا في الصباح. ايوا هذا راه كان الصباح، نط شويه بكري، نط في 8 حيت عارفه راسي عندي ما يدار. داكشي علاش اول حاجه صدقتها بما انه مشى يتقدى ليا. من بعد ما فطرنا جمعت المعينات وبديت بهاد الثلاجه هي الاولى. كي تشوفوا البنات الثلاجه عندي نقيه، ماشي شي وساخ لي كتير، لان كل سيمانه كندوز عليها بحال هكا. وقت ما يعني كنتقداو حنا من الحد للحد، كل ما مشى يتقدى ليا كندوز عليها بحال التدويزه خفيفه، كتبقى ليا السيمانه كلها نقيه. هادشي اللي كاين البنات بالنسبه لدوك الطبيع الصفرين اللي شفتو في الاول، هادوك راهم صدا. المهم بين قوسين هادوك راه صدا ماشي وسخ، حيت التليفون عييت باش نبين بانه راه صدا، ما كيبينش، كيبان بحال وسخ. المهم بين قوسين هادوك الحديدات اللي كنحط عليهم هادوك لي زيتاجير هما اللي صداو، وكيطلقوا لي الصداع يطلقوا في هذيك الجهه هكا ديال الثلاجه. المهم هادشي اللي كاين البنات. انا هنايا راني درت لها الفوق غير مسحته كان نقي، هذا جهه الزجاجه درت ليه تيدو جافيل، و درت ليه هذا المعجون ديال الماعن اوني وجافيل صافي. من بعد ما ضربت لها واحد الفركه، خديت الخضره درتها في السوبيرات. علاش كندير لهم البنات هكا؟ حيت انا عندي الثلاجه عيانه بزاف، ما كتخليش ليا خضره زوينه. وهذه هي الطريقه الوحيده كنديرهم في دوك البواطات، هي اللي كتخلي ليا الخضره كتبقى طريه مده ديال السيمانه ولا حتى تتسالي. المهم كتبقى ليا الخضيره زوينه. صافي انا ما كنغسلش الخضره كلها، كنغسل المطيشه بوحدها والقزبور والديسير بحال التفاح بحال. المهم هذاكشي كنغسل. اما الخضره الاخرى ما كنغسلهاش. والخيار علاش هادو كنغسلهم البنات؟ حيت الوليدات كيدوزوا مثلا الا ما كنتش انا ولا جاهم الجوع، ولا بعض المرات كيبغيوها كيتفرجوا كيهزوا شي حاجه، فما كنبقاش انا غسل كيهزوها نيشان من الثلاجه، كيعاودوا غير يشلوها تشليله خفيفه وتياكلوها مباشره. هادشي اللي كاين. هادشي علاش كنغسل المطيشه والخيار، حيت عزاز عليهم. بعض المرات بنتي كتنط كتقرد شلاطه راسها وكنخاف لا تكون ما غسلاتش مزيان، داكشي علاش كنغسلها انا وكنحيد الشك. صافي كتشللها هي وكدير الشريضه ديالها. هادشي اللي كاين هنايا البنات. درت بطاطا علاش؟ حيت عندي الشرجم، كنت دايره الخضره في الشرجم، تندير بطاطا والبصله. ولكن هذا اش غادي نقول لكم، حيدت واحد البلانشه كنت دايرها مدرقه من الشمس ومن الشتا، حيدتها صافي ما بقاش. غادي ولا تخسر ليا البطاطا، داكشي علاش رديتها للثلاجه. والبصله رديتها لبلاصتها، فرشت ليها هكا داك البابي الومنيوم باش ما تطلقش ليا دوك القشور ديالها. صافي هنايا راني القرعه كندير لها الطريقه هذه، كيجيب ليا نص كيلو في السيمانه اولا كيلو. صافي كنقطع النص، كنخلي الكسكسو والنص كنقطعو هكا كنديرو في الفريغو باش ما تخسرش ليا دغيا، حيت كنحتاج لها في الصوبه. هادشي اللي كاين. غسلت هنايا القزبور صافي، وغادي نخليه هنا تا يتقطر ينشف مع راسو عاد باش نقطعو. كنقطعو انا بالقراده ديال اليد. الهاشوار عندي ما كطحنش مزيان، ما كتعجبنيش في الهاشوار. كنبقى نجلس لي بيديا نستيل وريقات ونستيل عويدات ونقادو على خاطري. هادشي اللي كاين البنات. ايوا من بعد ما كملت دزت لهاد البيت، هذا بيت النعاس ديالي. بنشارك معكم واحد الحاجه جديده خديتها من بعد شحال وانا كنقول باغا نشريها. واخيرا اليوم كتاب باش ناخذها. خديت هذيك الكاشميره البنات اللي بلاستيك، صراحه من داك العام وانا كنقول باغاها، وما لقيت زعما ما لقيتش داكشي اللي عجبني. كنلقى الالوان ماشي شي حاجه زوينه،
واحد المره كتاب ولقيت اللون اللي بغيت. داكشي علاش قلت غادي مادام كاين الجديد غيدخل البيت، يعني غادي نضرب ليه واحد التخيميله خفيفه، هي هكا خفيفه. البيت عندي نقي، عندي انا هاد الروتين ديال السيمانه، ما كيخليش ليا الوسخ. كل سيمانه كندور بالدار كامله، كندير لها واحد التنظيف هكا اللي خفيف، وبعد البلايص كندير لهم تنظيف عميق. هادشي اللي كاين البنات. ما درت سبيراتور، درت غير هاد الشيته هكا، هاد الرقيقات هي كتقاضي الغرض وصافي. المهم حيتاش كان عندي كلشي نقي، وكنت ديجا هاد الناموسيه هاد الماطله كنت حليت الشرجم وخليت شي ساعتين والشميشه ضاربه فيها. تبارك الله عندي الشرجم انا ديال البيت مشمش، كضرب ليا الصباح كامل داري قبليه، يعني الصباح كامل الشميشه فيها. هذه هي الكاشميره اللي بغيت نشارك معاكم. بغيت نوريكم، وكنحاول مصره باش نوريكم الرطوبيه اللي فيها، ولكن والو التصوير ما ساعدنيش الصراحه. رطبه وزوينه، واحد الكاليتي فيها كتحمق، وبلاستيكات. وجاتني هي هذيك مجموعه جمعت لي الماطله الصراحه. حبيت 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 بزاف. وحتى اللون عجبني، هي راه بيضه واخا ما كتبانش، يعني اللون ما عاطيهاش في التصوير، ولكن هي راه بيضه نيشان، ماشي بلون كاسي. المهم هادشي اللي كاين البنات. انايا فرجتها فرحانه بها يا اختي، حيت جاتني في واحد القد، حيت الناموسيه عندي فيها 1.60 متر. ما كنلقاش بزاف حاجه هكا اللي تكون ثمنها مزيان، ما كنلقاش فيها 1.60 متر، ديما كنلقى 1.40 متر 1.20 هادشي اللي كاين. وخديت معها هذه حتى هي، هذه كاشميره حتى هي اللي جايه مطلوقه ما فيهاش لاستيكات، حطيتها من فوقها. كيعجبني انا يعني حاجه تكون ملمطه وحاجه الفوق هكا كتجيني شان تدخلي الفراش، وحتى الصباح كيجيك ساهل باش تقادتي عاوتاني الفراش. هادشي اللي كاين البنات. انا كنوريكم راه خاصني مخدات، قلت ان شاء الله حتى نمشي للمرجان وغادي ناخذهم. بما انني اليوم غادا المرجان قلت غادي ناخذهم ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين. هذا البيت من بعد ما كملت الناموسيه انا كندير بلاصه بلاصه، واخا البيت راه فيه غير شويكوكا صغير، اصغر بيت واقيلا غتكونوا شفتوه، ولكن كندير فيه قنيات بقنيات، حيت الضيق ما كيعطيكش الفرصه انك تروني وتربجي. بزز منك كتكوني منظمه في الشغل. هادشي اللي كاين البنات. دزت هنا باش نمسح هاد الغبيره، ضروري الغبره ضروري ضروري. عندنا حنا يعني واحد المشروع بقى يلاه كيتبنى. المهم لي تخافوا هكا راه راكم عارفين ملي كتكونوا حدا التراب المهم الحفير، راه الغبره ضروريه، راه كل نهار كل نهار الا ما ميكتش عليها. زعما درت عينيا شافت وعين ما شافتش تما غنبقى كل نهار نمسح. ايوا هادشي اللي كاين البنات. ضربت على الكوافوز بواحد المسحه بهذيك الخلطه العجيبه، راه قربت تسالي ليا. نهار تقاد ان شاء الله غادي نشاركها معكم. صافي ايوا انايا استفتت هاد اللعيبات التخربيقات. المهم هاد الريحه هادو كنستعمل حتى وحده من داكشي كله، راه بناتي لقاوهم لي. انا من اللي ما كنديرش الريحه نهائيا، قليل وقليل. ايوا صافي هنا البنات كنحط غير داكشي اللي كنستعمل وانا داخله وانا خارجه، يعني بحال هذاك الكريم وهذاك الكريم ديال اليدين كنستعملهم بزاف. اما الماء باقي كلشي لي كرون سولير الزيت ديال الشعر، المهم داك التخربيق كامل راني سد عليه في هذاك المجر. صافي هنايا المرحله النهائيه، هي غنمسح الغبره من الشرجم. شوفوا راه كنوريكم التراب، واخا تمسحي كل نهار كي قلت لكم البنات، كل نهار تمسحي، كل نهار تلقي الغبره، كل نهار تلقي التراب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. والله الا كيقهروا هاد الشراجم والغبره كتقهر. صافي اخر مرحله البنات هي السبيراتور. غادي ندوزها على البيت وغادي ندير لهم واحد الغديوه خفيفه. راني كنت راده الطاجين من بعد ما ساليت الثلاجه، رديت واحد الطويجين يطيب ديك الخضيره حاجه جيت لهاد البيت. صافي من بعد ما ساليتو تغدينا وغادي نخرجوا ان شاء الله. غنمشي للمرجان اليوم الحد الاخر في العطله، ما خرجتش الوليدات للطبلاصه. ايوا قلت غادي نخرجهم نجيب بهم دويره، وكنت ناويه غادي ناخذ لهم حويجات ديال البرد. راكم عارفين دابا بدا يدخل البرد. غنمشي تما كاين إلسي كاين كيابي، وغادي ناخذ لهم حويجات. داكشي علاش ديتهم معايا. صافي البنات انا كيعجبني نجمع الدار كامله عاد نخرج. دابا راه فاش جمعتها عاد خرجت ورجعت في الليل، رجعت مرتاحه، خصوصا عارفه راه الغد ليه كاينه المدرسه، كاين نوض بكري ما كاينش يعني. والله الا احسن حاجه هي تجمعوا الدار وتخليوها نقيه. عاد تخرجوا انا خليت داري كامله نقيه، الثلاجه مستفى الخضيره، غسلت المعينات من ورا الغدا،
وهذا البيت ديجا كنت راني كملته عطرته حتى هو، والصالون حتى هو كان مجموع. كنت يلاه قبل نهار السبت دوزت عليه سبيراتور مسحت الغبره صافي. هنايا انا البنات شوفوا والله في الوسوسه نقول واش انا ولا كلشي كيعجبني قبل ما نخرج كلشي نخليه نقي، باش منين كنكون راجعه حيت عارفه راسي فاش غنكون راجعه غنكون عيانه وزيرو طاقه. يلاه دخلت طيبت لهم العشاء، طحنت لهم واحد شويه العصير صافي تعشينا وكل واحد مشى شد بلاصتو حيت عارفين الغد ليه المدرسه. هادشي اللي كاين البنات. واول حاجه بديت لكم منين دخلت المرجان على الدخله حاطين هاد الاير فراير. بديت لكم بالحوايج اللي انا باغا وما كرهتش نشري وخاصيني صراحه، داكشي علاش بديت لكم بهم هما الاولين. بديت لكم بهاد الاير فراير ديال مولينكس صراحه زوينه والثمن ديالها مناسب، كان 899 درهم. والحاجه الثانيه اللي انا اللي فعلا محتاجاها وخاصاني وداكشي علاش جايبه دويره هنايا باش نعرف الاثمنه ونعرف لي مارك. بديت لكم العجانه ديال دينوا. انا ما عرفتش واش زوينه ولا لا، المهم هذه مولينكس حتى هي مولينكس غنيه على التعريف، كانت دايره 2000 درهم، الثمن شويه طالع. وهنايا دزت البنات باش نوريكم هاد الكيسان. عرفتوا مرجان داير عروض زوينه بزاف، ولكن الحاجه الوحيده اللي المشكل اللي لقيت انا هنايا اليوم هو الزحام. عرفتوا البنات واحد الزحام كاين، واحد الزحام راه ما يمكنش، راه عرفتي بحال اللي جالسين في سوق اسبوعي الكتف على الكتف. هادشي صورته بزز والله الا بزز باش صورت كنخاف لا نشد شي حد هكا في التصوير. الشيء اللي خلاني ما خديت حتى شي حاجه نهائيا، خدينا شامبوان وباندوش صافي وخرجنا في حالنا. حيت ما نكذبش عليكم واحد الزحام والماعن مهرسين ومرون انا ما كيعجبنيش هكا. جلسنا فيه تقريبا اش نقول لكم، جلسنا فيه شي 40 دقيقه 45 دقيقه ورجعت في حالي، حيت فعلا ما عجبنيش الحال، كان عامر بزاف. الناس كيتخاطفوا على الماعن وواحد الحاله صافي ما عجبنيش الحال ورجعت في حالي. خصوصا انا دايما عليا الوليدات ما لقيتش راحتي فيه بصراحه. هنا كنوريكم هاد الكويسات هادو ديال الاستعمال اليومي دايرين 50 درهم. 50 كلهم هاد الكيسان البنات اللي كنت شاده لكم عليهم دايرين 50 درهم، ما عدا هادوك الاولين صغيورين هادوك دايرين 39. المهم راه بعد كيطرح قلت لكم على الاثمنه. هادو هاد لي طاس هكا ديال الزاج دايرين 50 درهم، هادو حتى هو 50 فيهم 6، غير 6 ب50 درهم. جاني الثمن شويه طالع حيت كاينين في المتاجر هادو اللي كيبيعوا الماعن كيكونوا 12 دايرين 60 درهم 70 درهم. هادشي اللي كاين هنا. هاد لي مول هاد لي بايركس هادو حتى هما زايدين الثمن، زايدين فيهم صراحه 100 درهم. انا كناخذهم ب 80. يعني هنا فين كاين البنات المشكل في الاسواق الكبرى، هو كتلقاي حاجه زايده وحاجه ناقصه، كتلقاي حاجه يعني ونفس الكاليتي ماشي شي اختلاف على الاسواق على السوق العادي، وكتلقاي الثمن زايد. المهم هذه حاجه تعني من الحاجات اللي زوينه. هذه القريعات ديال العطريه بالنسبه مثلا الناس اللي ديجا عندهم القريعات هذه تقدري تستعمليه كتهز، يعني تقدري تحطيها في وسط البلاكار وديري فيها مثلا هذيك الثومه مطحونه بودر، وديري فيها بصله بودر، ديري فيها العطريه ديال الشاورما الزعتر، المهم كاع دوك لي زيسبيس ديريهم فيها. صراحه زوينه عجبتني وهذه هي الفكره اللي جاتني، ولكن انا ما عندي فين نحطها. حتى هي دايره 99 درهم. وهنايا هاد المقالي انا كنت غاده باش نشدهم هاد الكاسرونات حيت كنت شفت العروض وكنت باغا نشد هادو ونشد المقالي، ولكن مو بزفير حتى حاجه ما زوينه. هادو خفاف اللي خلى راجلي قال لي داكشي ديال بحال القصدير، خفيفه ومصبوغه بهذاك الصباغه على اساس انها جرانيت. هاد المقالي حتى هما دايرين 100 درهم، دايرين جوج ب 100 درهم، ولكن صراحه ما يستاهلوا حتى 50 درهم لانهم خفاف بزاف، ما صالحين صراحه. يعني مو في زافير ماشي شي حاجه، حيت الكرانيت نورمالمون كيكون ثقيل. ايوا حتى هما مشاو من الحساب حيت كنت ناويه غاديه باش ناخذهم هما. وهذا الباك هذا ماشي هذا الباك ديال الفراشه حيت هذا طالع شويه في الثمن. هذا داير 400 و 499 درهم يمكن، والله ما عرفت 250. المهم بحال هكا، المهم زايد في الثمن. مشيت انا على قبل هذا الباك هذا ديال 130 درهم.
ولكن ما لقيتش الزواقه اللي بغيت. هذه اللي كنت بغيت، انا كنت باغا الفراشه. صراحه الحاجه الوحيده اللي عجبتني في مرجان البارح هي هذه، زوينين، كاليتي واعره، وباك زوين يليق للضياف، يليق هكا لشي، المهم استعمال يومي للضياف، زوين بزاف. اللوينات ديالو زوينين، وحتى الشكل ديالو زوين. الثمن، احسن حاجه فيه هو الثمن ديالو مناسب جدا، 130 درهم، فيه 18 بياسه. يعني ولكن ما لقيت والو. لقيت هاد الطبسيل اللي وريتكم البنات، والله العظيم الا لقيت بوحدو محطوط، ما عرفتش واش تهرس هاد الشباكيه وبقى منها هو ولا ما عرفتش. المهم ما لقيتوش. صافي ملي ما لقيتوش ما بقاش عجبني الحال، ما لقيتش هذاك الشيء، الكاسرونات ماشي نفس الكاليتي اللي بغيت. صافي وختكم طلع لها الزعف ورجعت في حالي. كاين هذا الباك اللي داير حتى هو 250 درهم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم.